السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا في احسن حال كده يا رب. معلش يا بنات، انا طبعا طولت عليكم جامد جدا الفترة اللي فاتت، بس ان شاء الله مش هنطول تاني وهنفضل مع بعض باذن الله فترة طويلة، ونكمل مع بعض القناة ونكبرها باذن الله معاكم. بس لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من عندي باذن الله. طبعا باذن الله كده هنزل الفيديو اللي عاملاه النهارده ده. عامله لي الكتاكيت، انا مشترياها ومربيها في الشقه زي ما انتم شايفين كده جنبيه، لان الكتاكيت البيضه ما ينفعش تتربى في اي مكان يعني يكون حواليه طيور ولا حاجه. اللي بيقول لكم كده لا، ما تصدقوش. لازم الكتاكيت تتربى في مكان تكون لوحديها ما فيها معهاش اي طيور. انا عن نفسي انا بعمل كده. اول حاجه للكتاكيت يا بنات البيضه علشان تبقى ناجحه معاكم في البدايه كده وهي صغيره. انا طبعا كنت مشترياها عمر يوم، وهي تقريبا دلوقتي قربت تكمل اسبوع عندي. مشترياها من يوم السبت اللي فات. فما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي بتكبر وما شاء الله تمام معايا الحمد لله. وكل مرة بجيب دورة كده واربيها برضو معايا في نفس الصندوق ده. ولما بتكبر طبعا زي ما انتم شايفين انا قاسمه الصندوق. لما بتكبر بوسع لهم الصندوق كله واخليهم يعني يبقى يمشوا فيه باذن الله. بيشيل الصندوق ده يشيل 10. الصندوق اللي هو الخشب اللي انتم شايفينه ده يشيل 10. اول حاجه انا بعملها انا بفرش فرشه تكون نظيفه زي ما انتم شايفين كده. بالليل اغيرها. يعني دلوقتي بعد المغرب مسكتها غيرت اللي هي الوسخه وفرشت فرشه نظيفه. الفرشه النظيفه دي علشان طبعا القديمه لازم تتغسل كويس جدا وتتنضف من البكتيريا والحاجات اللي فيها. دي حاجه. وطبعا الاكل يكون نظيف زي ما انتم شايفين اهو. الاكل بتاعها لو هم مثلا عاملين عليه حمام ولا حاجه تمسكوه تجيبوه مثلا للطيور لاي حاجه. وبعد كده تمسكوه، تحطوا بقى النظيف تشيلوه. يعني تشيلوا اللي هو المتسخ يعني وتحطوا النظيف. والميه زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده يا بنات معلش بس الميه زي ما انتم شايفين كده انا لسه هغيرها معاكم. طبعا انا جايبه لها علاج. لازما الفراخ البيضاء عمر يوم بيجيبوا لها علاج. اللي هي انا الدكتور الصيدلاني رحت له قلت له عايزه تحصين للفراخ اللي هي عمر يوم. اداني الدواء ده اللي هو اللي عامل زي الميه ده ازازه الميه دي. واداني الدواء ده علشان الاسهال ومقوم المناعه ليه ويعني وقال لي ان هو مفيد يعني. هو ده التحصين بتاع الفراخ. بحط مره من ده مره بالليل، وده يعني مره من ده ومره من ده. تخلص لما اكب ده هكب الميه دي هحط حاجه من الاتنين. اللي انا حطيته بالليل هحط غيره في النهار. بس يا بنات دي اهم حاجه. بس ولو في الشتاء تحط لها اللي هي نشاره الخشب، او التبن بتاعنا اللي هو التبن بتاعنا اللي انتوا عارفينه ده الاصفر بنفرشه فيها. غير كده يا بنات الفراخ عمرها ما هتنجح معاك. وطبعا الميه بتاعتها تكون نظيفه زي ما انتم شايفين كده. حاطين فيها موسخينها عاليه. انا هكبها واحط لهم ان شاء الله نظيف زي ما انتم شايفين كده. الفراخ معايا بسم الله ما شاء الله. انا بحب اربيها في البيت. بحب اكل حاجه تكون انا مضمونه منها. دي لو واخده مثلا حقن ولا اي حاجه. وانا يعني ضامن ربنا طبعا بس يعني انا بحب كده. بحب اربي الحاجه بتاعتي بحس ان هي طعمها حلو، ان انا تعبانه فيها ومربياها على ايديا. فبحس ان هي حلوه ببقى مبسوطه كده وانا اللي ببقى مربيه الحاجه يعني. بس يا حبايبي، ولو اي حد عايز اي معلومه عن الفراخ البيضه وعايز يتشجع ويجيب زي كده فراخ بيضه ويعملها في صندوق، ولو حد عايز الصندوق ده وعايز يشتريه مثلا وعايز يعني يعرف مكانه فين يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه واقول له المكان اللي بيتباع فيه وخليكي تجيبيه وتشجعي وتشتري زيي باذن الله يعني. بس يا حبايبي وده كده الفيديو بتاعي النهارده عن الفراخ البيضة. وباذن الله كل يوم هنزل لكم فيديو ليه كل شويه يعني. النهارده دي لها عمر اسبوع شويه كده اوريكم الفراخ وصلت معايا لحد فين باذن الله لحد ما نذبحها مع بعض. واستنوا بقى الفيديو التاني باذن الله عن الكتاكيت البلدي. هعمل لكم برضو فيديو ليها ان شاء الله يعني، وهقول لكم تتربى ازاي. طبعا الفرشه زي ما انتم شايفينها كده انا هعدلها لسه عشان عشان يعني الفراخ ما تبيتش في الحته دي علشان غلط.
هعدله، بس انا قلت اعمل لكم فيديو بقى على السريع كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك كل جديد من عند قناه اميره باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.